الوزير ده؟ انا قريت في الجرايد في مره انه بياخد مكافاه سنويه 2 مليون ونص قانونيه. يا بيه اشرف العربي والله العظيم اللي بيعملوا عملوا 1000 ساعه. اشرف العربي ما انكرش رئيس مصلحه الضرائب لحد وقتنا هذا بياخد 1,300,000 جنيه مرتب مقنن، ليه؟ لانه بيحقق خطه وزاره الماليه. مرتب مقنن، يعني الراجل ده بياخد له في السنه ما بين 15 مليون جنيه مرتب مقنن. احنا يوم ما هنتمعظم قوي قوي لو ادونا حقنا يعني حتى هناخد 2000، حتى ما يفتحوش بيت ال 2000 جنيه. اقل بيت دلوقتي بيصرف في اليوم 100 جنيه، اقل بيت. صحيح. اللي عنده اب يعني زوج وزوجه وعيلين خلاص دلوقتي ب 100 جنيه اقل حاجه، بعد ارتفاع كمان الاسعار هنجيب منين؟ الفرق ما بين ده حاجه من الاثنين، يا اما هنشتغل سعاة بعد اليوم الدراسي وهو ده اللي بيحصل، وهو ده اللي بيحصل، المدرسين كلهم بيشتغلوا شغلانه ثانيه. يا اما هنضطر اسفين ان احنا ندي مجموعات مدرسه. هنعمل ايه؟ ما احنا مش لاقيين. صحيح. المدرسيه بكام يا سيدي؟ 5 جنيه؟ مفيش. يعني مجموعات مدرسيه 5 جنيه. ترد على اللي بيقول ان الدوله ما فيهاش فلوس اصبروا عليها شويه. ازاي؟ زي ما في ناس عندها مليون، في ناس عندها وقتنا هذا بتاخد مليون جنيه في الشهر. ازاي؟ علشان لحد دلوقتي ليه ما عملوش حد اعلى وقت؟ يا اهلا وسهلا. اول لغه عربيه من محافظه ايه؟ محافظه الجيزه. محافظه الجيزه. انا حضرت لقاء ماجستير معمول عن التعليم في اليابان، فقلت كلمتين صغيرين بس. الاستاذ الفاضل اللي كان بيحاضر بيقول المعلم في اليابان يلقب بلقب صن، صن يعني شمس. المعلم في اليابان ياخد راتب كيلو وصال. المعلم في اليابان يركب سياره اخر موديل. المعلم في اليابان ودي الاخيره حضرتك انه له حصانه برلمانيه. ما كانش موجوده هنا عضو مجلس الشعب مشهور الاسم الشعبي. اما المعلم كان يجر يخش النيابه والاسلام ويتبهدل. احنا عشان هو ده الكلام اللي احنا بنتكلم فيه. حقيقيه لازم نظره لاشياء كتير، اولها المعلم تصحيح مساره، المناهج واعاده النظر فيها لانها مناهج ممسوخ، اصبحت مناهج ممسوخ. وفي مناهج ما بتعبرش حتى عن الهويه المصريه. احنا ما فيش. خلقت فكر نشاز. احنا عاوزين اعاده مناهج حقيقيه. بنتكلم عن كرامه المعلم، كرامه معنويه اولا، كرامه ماديه ثانيا، والاثنين يمشوا في خط واحد. احنا مهانين عفوا في الاعلام من 30 40 سنه. مظبوط. بنعامل على اننا للاسف شحاتين، على اننا للاسف يعني اراجوزات. اسف. السينما المصريه والاعلام المصري والدراما المصريه شوهت المعلم اسوء تشويه. احنا عاوزينها ضحيه. والله لن تتحقق بهذه الامه نهضه حقيقيه الا بنهضه المعلم. هو المعلم هو عنصر فعال، بل هو ركيزه اساسيه نهضه اي امه. تقول ايه للناس دي كلها اللي انت شايفها؟ بنقول انا سعيد كل السعاده بوجود الناس دي النهارده، انها ثوره حقيقيه. انا شخصيا ما كنتش اتوقع العدد ده كله. عدد كام متوقع؟ يعني لا الاعداد كان يعني انا شخصيا انا جاي من مرسى مطروح. هقول لحضرتك احنا جينا النهارده بعد شهور طويله. احنا رفضنا قبل كده حضرتك الاعتصامات. رفضنا كل شيء وقلنا لا، ندي فرصه للحكومه علشان الفوضى، علشان اثاره الفوضى. ندي فرصه لحكومه شرف. اول ما جت حكومه شرف انها تاخد فرصه، وعدوا بهيكله اجور. كنا نصبر اخر ناس اتكلمنا، وكان نصيبنا التجاهل. بعد هيكله الاجور وبعد الشد والجذب الطويل ده اهو برضه همش المعلم تماما. يعني ما ادركش باي كلمه. ده يجرنا معلش يعني ده يجرنا لحته ثانيه بقى. نقابه المعلم فين؟ النقابه غايبه تماما. لا وجود. النقابه الحاليه للاسف بلا وجود. بلا وجود للاسف. النقابه مدينا ظهرها من زمان للاسف الشديد. وان شاء الله باذن الله احنا داخلين نقابه باذن الله ونتعشى بالتغيير وبالنادي ونقول للناس عاوزين ايجابيه والمشاركه علشان التغيير، علشان نزيل كل مجلس اداره النقابه الحالي لانه النقابه فشل. معلش انا رايي الشخصي كان الاولى ان احنا زي ما بنطالب باقاله الوزير نطالب باقاله وكيل الوزاره اللي تحت منه. نعم. نطالب باقاله نقيب المعلمين. طلبنا حضرتك مجلس النقابه الحالي بيطالب بتغييره كاملا، وان شاء الله سيحدث باذن الله في الانتخابات اليوم 14 لقاء يوم الاربعاء 14/9 من اجل التغيير، من اجل التغيير، من اجل التغيير.